مساء الخير يا جماعة. أنا طالعة النهاردة أعمل الفيديو ده علشان أرد، وأنا مش متعودة الحقيقة إن أنا أرد على أي إشاعات ولا أي افتراءات. يعني حصل قبل كده بقالي 6 سنين بيتقال كلام أنا عمري ما قلته، بيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت. بس النهاردة قررت إن أنا أرد، وسخافة قوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية إن أنا بقى قاعدة في البيت لا ليا ولا عليا. أنا بقالي 7 ساعات ما مسكتش الموبايل أصلا، وفجأة أكتشف إن أنا منزلة ستوري ومسحتها، وستوري أنا كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي، وسخافات كده ملهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي. فأنا حابة أرد بقى النهاردة، لأن بعد كده أنا مش هسمح لحد إن هو يطلع عليا إشاعات وأسكت. أنا ما عملتش كده، وناس كتير قوي متابعيني وبعتين لي بيقولوا لي أنت ما نزلتيش حاجة والناس بتقول كذا، بس هو منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس. مساء الخير يا جماعة. أنا طالعة النهاردة أعمل الفيديو ده علشان أرد، وأنا مش متعودة الحقيقة إن أنا أرد على أي إشاعات ولا أي افتراءات. يعني حصل قبل كده بقالي 6 سنين بيتقال كلام أنا عمري ما قلته، بيتقال حاجات عمرها ما حصلت مني وأنا عمري ما رديت. بس النهاردة قررت إن أنا أرد، وسخافة قوي بصراحة وقلة احترام وقلة دين وقلة تربية إن أنا بقى قاعدة في البيت لا ليا ولا عليا. أنا بقالي 7 ساعات ما مسكتش الموبايل أصلا، وفجأة أكتشف إن أنا منزلة ستوري ومسحتها، وستوري أنا كاتبة فيها إنه أحلى يوم في حياتي، وسخافات كده ملهاش أي علاقة لا بيا ولا بأخلاقي. فأنا حابة أرد بقى النهاردة، لأن بعد كده أنا مش هسمح لحد إن هو يطلع عليا إشاعات وأسكت. أنا ما عملتش كده، وناس كتير قوي متابعيني وبعتين لي بيقولوا لي أنت ما نزلتيش حاجة والناس بتقول كذا، بس هو منتشر على صفحات كتير كلها صفحات رخيصة بتدور على الفتنة والوقيعة بين الناس.